السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير. بحال العاده غنبداو لا فيديو ديالنا بصلاه على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كما كتشوفوا لا فيديو نقدم معكم غريبه سهله وبسيطه وكتجي غزاله يا البنات وبنينه بزاف. ما فيها لا زبده لا بيض، مكونات جد بسيطه في متناول الجميع. بقاو معايا البنات تشوفوا الطريقه والمقادير، وان شاء الله غتنجح لكم كما نجحت معايا وغتعجبكم بزاف، اكيد انا متاكده بزاف. يلا المهم ننتقلوا مباشره للطريقه والمقادير. كما كتشوفوا هنا جبت هذا لوبول، درت كاس عامر ديال سكر سنيده، زدت عليها كاس وربع ديال الزيت نباتيه بطبيعه الحال، وكنعبر بالكاس ديال العنبه. وهنا زدت واحد ساشي ديال الزهر، كتعطيها واحد المذاق غزال 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 البنات. صدقوني طبقوا هاد المقادير وان شاء الله غادي تعجبكم بزاف. صافي غادي نحركهم مزيان 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 هاد المكونات حتى كيندمجوا بعضياتهم. هنا غادي نزيد الكوك محمر مهرم مع كاوكاو مهرمش، حتى هو هاد المكونات كيعطيو لهاد الغريبه واحد المذاق ما نعاودلكمش. المذاق ديال الزهر مع الكوك محمر وكاوكاو حتى هو محمر مهرمش كيعطي واحد المذاق زوين لهاد الغريبه هادي. هنا شت كما كتشوفوا زدت واحد كاس عامر ديال النشا، حتى هي كتعطيها واحد الهشاشه للغريبه. واللي ما عندهاش النشا بلا ما يدير غير الطحين، انا عندي وداكشي باش درتها، ولكن راه كتعطيها واحد الهشاشه غزاله 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 البنات. المهم طبقوا هاد المقادير ان شاء الله غتنجح لكم. كما كتشوفوا زدت واحد القبيصه ديال الملحه باش نهرس الذوق ديال السكر. وهنا غادي نزيد الطحين بطبيعه الحال البنات، الطحين يكون من نوعيه جيده ومغربل بطبيعه الحال، وغادي نبقى نزيد الطحين بشويه بشويه. وكما كتشوفوا درت جوج ديال الخمارات وزن 8 غرام 8 غرام، يعني 16 غرام في المجموع. صافي هنايا حيت الفوي غادي نكمل بيدي، غادي نبقى نجمع العجينه ديالي وانا كنزيد في الطحين حتى كنحصل على واحد القوام يعني ما يكونش قاسح وما يكونش رطب. المهم بقاو معايا تشوفوا القوام اللي بغيت نحصل عليه. ها نتوما البنات كنعجن غير برؤوس الاصابع هكا حتى كندخل الطحين وكيندمجوا ليا العناصر. الحق هاد المكونات هزوا ليا 500 غرام ديال الطحين. صافي كنحاول نجمع العجينه ديالي، انتما كتشوفوا كنجمعها غير برؤوس الاصابع. راكم عارفين العجينه ديال الحلوه ما كتحتاج للدليك، هي كنجمعوها حتى كيندمجوا العناصر. هنايا غادي نقسم العجينه ديالي على نصفين، اوكي. النصف واحد النصف يعني واحد النص غادي نزيد ليه الكاكاو. عندي هنايا الكاكاو المور، درت المعلقه ديال الكاكاو المور وزدت عليه واحد المعلقه ديال الكاكاو الحلو، حيت انا ما كنقدرش على المذاق ديال الشوكولات. المهم بغيت نهرس ديك المروري ديال الكاكاو، راكم عارفين تيكون شويه مر. صافي هنا غادي نجمع العجينه ديالي وكنحاول ندخل داك الكاكاو في العجينه. الحق الفيديو راه موضحه راسها براسها، ما تحتاج كاع نوضح زعما نزيد نوضح لكم. هنا كتبان لي العجينه مازال مرخوفه شويه، ولكن ما غاديش نزيد لها الكاكاو، غادي نزيد لها غير شويه ديال الطحين، واحد المعلقه كبيره ديال الطحين باش ما تجينيش عاوتاني رطبه بزاف. حقاش العجينه الا كانت رطبه غادي تحل لينا في الفران صافي، لان ما فيهاش البيض اللي غادي يجمعها. هاد الحلوه هادي راه ما فيها لا زبده لا بيض. صافي هذا هو القوام اللي بغيت نحصل عليه. صافي هذا هو القوام. غادي نجيب سميتو الفيم اليمونتير وغادي نلمط العجينه ديالي باش ما تيبش ليا، باش ما تكونش ديك القشره يابسه وتخسر ليا. صافي غادي نجيب النص الاخر، غادي نزيد ليه الطحين لان مرخوفه العجينه، نزيد واحد جوج معالق ديال الطحين. صافي كنحاول نجمع العجينه ديالي غير برؤوس الاصابع. صافي هذا هو القوام اللي بغيت نحصل عليه البنات. ما تخليوش العجينه ديالكم تكون قاصحه وعاوتاني ما تخليوهاش تكون رطبه،
يعني تكون بحال هاد القوام هذا كما كتشوفوا في لا فيديو. صافي حتى هاد النص غادي نديروه في الفيلم اليمونتير باش ما تيبش ليا العجينه ديالي. وها في هاد الاثناء البنات راني سخنت الفران لان الفران خص يكون سخون في البدايه. المهم فاش كنبغيو ندخلو اللاطه ديالنا كنقصوه العافيه تكون مهيله. المهم غير بقاو معايا حتى نوصلوا لديك المرحله. يقول لي امينه بلا ما تسبقي المراحل. المهم غير بغيت نقول لكم بان راه الفران سخنته في هذا المومون هذا. انا غنطيب في الفران ديال الغاز. صافي دابا غادي نجيب اللاطه ديالي اللي فرشت لها داك الورق المطبخ بابي سولفيريزي. هنايا غادي نبقى نكور العجينه ديالي. نتوما شو ديروا الحجم اللي بغيتو. انا راه كنديرهم ما كبار ما صغار موين، حيت انا الغريبه كنبغي تكون شويه زعما باينه عاطيه للعين. صافي هنايا عندي سكر كلاصي. شوفوا البنات يكون من نوعيه جيده ماشي داك المرمل. صافي كنكوروا العجينه ديالي هكا وكنبقى نغطسها في السكر كلاصي وكنعاود نكورها حتى كنشكل. الغريبه كتكون يعني كيبانوا ليا دوك الشقيقات من الجناب. صافي البنات صافي بقاو معايا حتى نكور العجينه ديالي كامله بهذه الطريقه كما كتشوفوا في لا فيديو. يعني راه كلشي واضح. ها نتوما البنات شوفوا الشقيقات كيفاش كيديروا قبل ما تدخل الفران هي كتشقق. غير الفيت انها كتكوريها مع سكر كلاصي راه يعني كتشقق لكم. الا ما تشققت لكم يعني العجينه ما ناجحاش. صافي يا البنات. المهم غير طبقوا هاد المقادير وان شاء الله غتنجح لكم. دابا غادي نجيبوا العجينه اللي ديال الكاكاو. ها انتم بنفس الطريقه كنكورها دائما في سكر كلاصي وكنزيد نكورها مزيان حتى كتبان لي داك الشقات. ها نتوما البنات شوف راه باينه في لا فيديو. صافي بقاو معايا البنات حتى نسالي العجينه ديالي كامله. وكما قلت لكم راني سخنت الفران. انا غنطيب في الفران ديال الغاز سخنته في درجه عاليه. اون فوا غادي ندخل اللاطه ديالي غادي نديرها من التحت. يعني البنات الطريقه ديال الطياب هي اللي كتخلي الحلوه ديالنا ناجحه. وبطبيعه الحال القوام وكل شيء ولكن حتى الطياب هو المهم كاع في حلويات اولا في لي كيك اولا. يعني الطريقه ديال الطياب راه اللي ما كيعرفش يطيب راه ما عمر ما غتنجح له حتى حاجه. والله القسم البنات كما قلت لكم غادي ندخل اللاطه ديالي من التحت العافيه غتكون لها من الفوق بحال شكل ملي كنطيبوا البهله. ولكن العافيه تكون مهيله 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 بزاف. صافي صافي ساليت العجينه ديالي كامله. هنايا غادي ندخل اللاطه ديالي الفران كما قلت لكم غادي ندير اللاطه من التحت العافيه غتجيها من الفوق ولكن تكون مهيله. راه البنات الا شدتوا العافيه راه غتشوط لكم غادي يخسر ليها الشكل ديالها. يعني غديروها من التحت حتى كتشوفوا الغريبه ديالكم بدات تشقق مزيان. طلعوا اللاطه الفوق يعني العافيه تجي من التحت ودائما تكون مهيله مهيله بزاف. صافي وخليوها حتى كطيب على خاطرها وكتجي مشقه وكتجي كما شفتوا في اول فيديو. وبقاو معايا باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الغريبه ديالنا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه ديالي كتجي على هذا الشكل هذا كما قلت لكم. شوفوا تبارك الله ما شاء الله مشقه وطيبه على حقها وطريقها. والمذاق غزال البنات والله القسم. المزيج ما بين داك الزهر ساشي ديال الزهر مع الكوك محمر والكاوكاو محمر كيجي واحد المذاق زوين البنات. صدقوني غير جربوها وما غاديش تندموا عليها. والاهم انها اقتصاديه وفي متناول الجميع. وهادشي اللي كاين البنات. المهم الا وصلتوا حتى لهنا ما تبخلوش عليا بواحد لايك. وبالنسبه للناس اول مره كيدخلوا القناه يديروا لي اشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وبارطاجيوا البنات لا فيديو مع العائله والاحباب اللي تعم الفائده خاصه المبتدئات. وهادشي اللي كاين البنات. كنشكركم بزاف 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 على التعاليق ديالكم الكلام الزوين اللي كتخليوه في حقي. وان شاء الله حتى انا ان شاء الله باش ندير شي وصفه يعني زوينه غادي نقدمها معكم. وهادشي اللي كاين البنات خليتكم على خير. يلا بسلامه الى اللقاء.